والصيام في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع هو إمساك بنية التعبد لله عز وجل عن الأكل والشرب وغشيان النساء من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وهذا هو الذي يجب على المسلم أن يتحرى ذلك، وأن يجتنب جميع المفطرات. وهناك أشياء قد يظنها الضال أنها مفطرة، ولكن يعذر فيها فلا تفطر. منها المريض الذي يستخدم قطرة الأذن أو العين فلا تفطر، لأن الأذن والعين ليس مدخل من مداخل الجوف، وإنما الأنف هو مدخل من مداخل الجوف. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكذلك ما يستخدمه المريض من تحليل الدم أو الإبر العضل فهي لا تفطر، والتي هي مغذية الصحيح أنها تفطر. أما دون ذلك فلا تفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأيضا من أكل أو شرب ناسيا فلا حرج عليه، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي لفظ آخر: فليتم صومه فإنه رزق رزقه الله. ويجب على من رآه وهو يأكل أن يذكره، لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه ناسيا، فلو كان ذاكرا لما شرب وأكل. وكذلك من احتلم في نهار رمضان فصومه صحيح ولا قضاء عليه، لأن الأمر ليس بيده ولا يتحكم في ذلك. وأيضا كما ذكر أهل العلم وهو القول الراجح: من أكل أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فلا شيء عليه ولا قضاء. وأما من جامع في نهار رمضان عامدا فعليه التوبة والكفارة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت، وفي رواية احترقت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي رواية في نهار رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق من التمر فقال لذلك، فقال: أين الهالك؟ أي الذي قال أني هلكت. وفي رواية السائل قال: أنا يا رسول الله. قال: خذه فتصدق به. قال: يا رسول الله، على أفقر بيت مني والله ما بين لابتيها بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه فقال: خذه وأطعم أهلك. فيؤخذ من هذا أنه عليه من أفطر أو جامع في نهار رمضان متعمدا عليه أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد ولا يوجد في هذا الزمان
فماذا؟ فيصوم شهرين متتابعين، ولا يلجأ إلى الإطعام إلا إن عجز، لأن الحديث له روايات. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع يا رسول الله. ثم إن عجز فالإطعام. إن عجز عن الإطعام وهو فقير لا يجد قوت يومه تسقط عنه على الصحيح كفارة. هذه أحكام تتعلق بالصيام